بسم الله بديت وأنا نبينا صليت. اليوم جيت نحكي لكم حكاية من الطراز المغربي الشعبي القديم. قليل غادي يكون مازال عاقل عليها. إلا كنتو عرفتوها خلولي في التعاليق باللي راكم عرفتوها. حكاية أمي سيسي وقوبير. كان حتى كان في قديم الزمان واحد جوج فريخات، الأولى سميتها أمي سيسي والثانية سميتها قوبير. ايوا يا سيدي، قوبير كانت في الدار وأمي سيسي كانت خارجة. شوية هو يجي واحد الواحد كيبيع العنب، وهي تاخد جوج ديال العناكد، عنكود ليها وعنكود لأمي سيسي. وكلات العنكود ديالها وكترت ما جاها زوين وحلو، بان ليها في عنكود ديال أمي سيسي. كانت كل شوية كتخرج برا كطل كتشوف واش أمي سيسي جاية ولا مازال. ملي كتلقاها باقا ما جاتش كتمشي كتاخد حبة. كيدوز شوية ديال الوقت كتعاود تطلع عاوتاني كتشوف واش أمي سيسي جاية ولا مازال. كتلقاها مازال ما كايناش، كترجع تاخد الحبة الثانية. بقات على هاد الحال، كل مرة كطل وكتاخد حبة، كل مرة كطل وكتنقب حبة، حتى سالات العنكود كامل ديال العنب. شوية وهي تدخل أمي سيسي وهي تلقاها كلات العنب كامل، كلات حقها وحقتها. وهي تقول ليها فين هو حقي، وهي تقول ليها قوبان غير سمحي لي اختي أمي سيسي، راه عجبني وبقيت كل مرة كنطل كنلقاك مازال ما جيتيش كناخد حبة، حتى لقيت راسي نقبت الحبات كاملين. وهي تناخد أمي سيسي خدات ليها الغطاية ديال شعرها وقالت ليها الا بغيتيني نرجعها ليك سيري جيبي ليا عنكود ديال العنب. ايوا قوبال خرجات كتقلب منين تجيب ليها العنب، وهي تفكر الدالية وهي تمشي عندها وقالت ليها والدالية عطيني عنيكيد وعنيكيد نديه لأمي سيسي، أمي سيسي ترجع ليا الغطاية ديال شعري. نطقات الدالية وقالت سيري حتى تجيبي لي اميها. وهي تمشي تقلب على الواد وهي تلقاه وهي تمشي عنده وهي تقول ليه والواد عطيني اميها نديها لامي سيسي، امي سيسي ترجع ليا غطايه ديال شعري. هو يقول ليها الواد سيري حتى تجيبي ليا جرو. وهي تمشي عند الكلبه قالت ليها والكلبه عطيني جرو وجرو نديه الواد، والواد يعطيني اميها نديها للدالية، والدالية تعطيني عنيكيد وعنيكيد نديه لامي سيسي، امي سيسي ترجع ليا الغطايه ديال شعري. وين طق الواد وقال ليها يا ربي، طقت الكلبه وقالت ليها سيري حتى تجيبي ليا حليبه. ايوا مشات عند البقره وهي تقول ليها والبقره اعطيني حليبه، والحليب نديه الكلبة، والكلبة تعطيني جرو، وجرو نديه الواد، والواد يعطيني أميها نديها للدالية، والدالية تعطيني عنيكيد، وعنيكيد نديه لأمي سيسي، أمي سيسي ترجع لي الغطاية ديال شعري. انطقات البقرة وقالت ليها سيدي حتى تجيبي ليا حولي. ايوا مشات كتقلب لشي راعي وهي تلقى واحد الراعي، هي تقول ليه والراعي عطيني حولي وحولي نديه البقرة، والبقرة تعطيني حليبة، والحليب نديه الكلبة، والكلبة تعطيني جرو، وجرو نديه الواد، والواد يعطيني أميها نديها للدالية، والدالية تعطيني عنيكيد، وعنيكيد نديه لأمي سيسي، أمي سيسي ترجع ليا الغطاية ديال شعري. ايوا قال لها الراعي سيري حتى تجيبي ليا الرفيسة، في بعض المناطق كيقولوا ليها المدهوسة. ايوا مشات كتقلب من غتجيب ليه الرفيسة.
بقات كدور بين الديار شويه، وهي تشم واحد الريحه ديال الرفيسه جايه من واحد الدار، وهي تمشي ليها، وهي تلقى واحد المراه نافسه وعندها العيالات ومدايرين رفيسه، وهي تقول كيفاش غادي دابا ناخد رفيسه، كي غندير؟ وهي تجيها واحد الحيله، وهي تدخل عندهم وهي تقول لهم والعيالات راه ولادكم كيدابزوا، اما بناتكم راهم جالسين كيتريشوا. ايوا الناس دخلوا على ولادهم وناضوا كيجريو باش يفكوا وليداتهم. ايوا هي تاخد رفيسه، ورفيسه داتها للراعي، والراعي عطاها حولي، وحولي داتو البقرة، والبقرة عطاتها الحليب، والحليب داتو الكلبة، والكلبة عطاتها الجرو، وجرو داتو الواد، والواد عطاها أميها، والأميها داتها الدالية، والدالية عطاتها عنيكيد، وعنيكيد داتو لأم سيسي، وأم سيسي رجعت ليها الغطاية ديال شعرها. ايوا عاد ارتاحت لينا قبال من هاد العذاب كامل اللي وقع عليها بسبب انها خدات حق ديال واحد اخر. اللي كنستافدو من هاد الحكايه ان اننا خاصنا نرضاو بالقسمه ديال الله سبحانه وتعالى، واللي كلا حقه يطم عقله. هذا ما كان. خليتكم على خير، نتلاقاو ان شاء الله في حكايه جديده. ما تنساوش اللي عارف الحكايه يقول لي راني عرفتها، او لي يسول شي واحد من العائله ديالو. انا درت شويه ديال التغيرات على حساب بعض الكلمات ما غاديش يفهموهم دابا، داكشي علاش حاولت نبدلها شي شويه. ايوا خليتكم على خير، نتلاقاو ان شاء الله في حكايه جديده.